كثير من الناس بيضربوا لي يا اخوان، بيقول لي يعني البرنامج اللي احنا بنشوفه وكذا وتكلم لنا في مواضيع كثيره. يعني ده شنو بيحصل بس؟ ده شنو بيحصل؟ نشوف الجرايد تحت اليوم الليل. الانتباه. يعني بصراحة يا اخوان الجرايد ذاتها يعني بقت تكتب في كلام غريب. انا والله العظيم يعني هاي الغنى حقتي ولا الغنى حقي، لكن حاجة غريبة. امبارح مثلا مشينا عقد لواحد من اولاد الدرومان الاصيلين واولاد البلد دي، فلقاني واحد يعني بيتكلم عن انه قال لي يا استاذ يعني برنامجك نحن بنشوفه كده. حاجه غريبه جدا. هدايا للناس. يعني مثلا صلاح احمد ابراهيم وكان صاحبنا يعني حقيقة. والله ده كلام غريب جدا. يعني يقول لك انت عندك الغنى حقتك ومرتاح ومرطب. انا والله ما مرتاح يا اخوان، مرطب في شنو؟ يا دوبك البيت ده ولا عربيه ما حقتي. حاجه غريبه جدا. يقولوا لك احنا مرتاحين ومرطبين. يا اخي مرطب ما بقروشي. وبعدين ود البلد من اولاد الدرمان الاصليين ما بحقق. صلاح احمد ابراهيم ولو كده كان احنا صحفيين صغار يعني يا دوبك افنديه وحقنا. يقول لك انا مع الحكومه، انا مع الحكومه. حاجه غريبه جدا. يعني عشان عندي غنانه مع الحكومه انا مو مع الحكومه ولا شيء. ومبارح واحد من ناس من درمان ديل يعني بيحكي ايام علي المك ونحن بنقعد الوقت ده كفنديه صغار وصحفيين صغار. يا اخوان السودان فيه حياه غريبه جدا. حنرجع للجرايد مثلا الوان. اقول لك الجريده حقتك، طيب ما جريدتي؟ ما مع الحكومه يعني عندي جريده برا ما قروشي. جريده الصحافه الزميل الصحافة حقائب مجانية مليئة بالهواء بالصين بسبب التلوث. الرئيس الراحل النميري يحيي الدحيش وعلي قاقل. يعني أنا لو جريدتي أكتب فيها الداير يا أخوان، أنا مع الحكومة. الحكومة كيف؟ حاجة غريبة. يعني يقول لك يعني أنت الوالي صاحبك، أنا بقول صاحبي. ما اشتغلنا زمان سوا في النهاية ومن اولاد الدرمان الاصليين. كيف نحن مع الحكومه؟ الو يا سعادتك اتفضل. لا تفضل تطير. اجيك انا في القصر الجمهوري هسه اجيك. الغوا البرنامج ده.